السلام عليكم. استغفر الله العظيم، والله ما عندي كان نقول استغفر الله العظيم. ثم عباد الوضعية متاعه حتمت عليه باش يكون فقير، ومهما عمل يقعد فقير، الله غالب. الوضعية حتمت عليه، وثم ناس هو اللي يحب يقعد فقير، راهو ينجم يولي لبس عليه، اما هو يحب يقعد فقير. ريت اللي يتفرج في ماتش الافريقي اليوم ضد مستقبل سليمان يفهم فاش قاعد نحكي بالضبط. اليوم الافريقي عمل المستحيلات باش ما يربحش، اليوم ربح يجي ورا الافريقي وهو لا مانيش باش نربح. مانيش فاهم انا الملاعبيه عندهم ثقه كبيره في رواحهم انه اليوم تعادلوا وخلاو ثم هكا سسبانس فيما تبقى من مقابلات البطوله. لو الترجي الرياضي غدوه يربح النادي الصفاقسي باش يرجع للصداره مع الافريقي. ملاعبيه مانيش عارف انا، بالك عندهم ثقه كبيره في رواحهم انه نخلطوا علينا الترجي الرياضي ومن بعد البطوله باش نربحوها لو كان بالرسمي هما ملاعبيه كيكه ميسالش مش مشكل. حتى لو كنت عثرتوا اليوم ضد مستقبل سليمان ما ثم حتى مشكل، في الاخر عندكم الثقه في رواحكم باش تربحوا وتهزوا البطوله. غير هذا راكم ضيعتوا على رواحكم فرصه كبيره برشا باش تفوزوا بالبطوله يا معلم. باش نبداو احنا باش نبداو بالشوط الاول. راهو ريت اليوم الشوط الاولاني، راهو الشوط الثاني نورمالمون الشوط الاول تبدا كيما بديت الشوط الثاني. انا قاعد نشوف الشوط الاولاني وكانه مستقبل سليمان معني بالنتيجه الافريقي. لا سافا مانيش معني بالنتيجه مهما كانت، ولا حتى التعادل يكفيه. يعني مانيش عارف انا، لا ثم لا روح متاع فريق متصدر البطوله وعنده سنوات اكثر من 10 سنين ما فازش يا معلم. جمعيه تقعد اكثر من 10 سنين ما تهزش البطوله وبريمير ميتون تلعبوا كيف هكاكا يا معلم. تحسها ناس كاينها ماشي خالصه، تحسها ناس كاينها متملحه، تحسها ناس كاينها الفارق بينه وبين صاحب المرتبه الثانيه 7 و8 و9 نقاط. مهما كانت النتيجه اليوم ضد مستقبل سليمان ما ثماش مشكل. تحس الشوط الاول وكانه النادي الافريقي مسيب الطرح المستقبل سليمان. مانيش فاهم بالضبط. الشوط الثاني تحركت الامور سافا، ثم ضغط كبير برشا، الضغط اللي ولد هدف. مريقلين يا معلم. يا اخي الشوات من وقتاش يشوت؟ مش في بالي شات مره وضيع، هل يضيع اكثر من مره. صحيح اسمك الشوات، اما راهو مش عيب كي ما تعرفش تشوت يا معلم. راهو ساعه لساعه، راهو مصلحه جمعيه قبل مصلحة الملاعبي. انت ما تصدر البطولة من رصيد الاهداف مريقلين يا اخوي. حتى لو كان اليوم جات ضربة جزاء وشاتها غيرك وتماركات، الافريقي اليوم انتصر وزادت حظوظه وكبرت اكثر من اجل الفوز باللقاء. شوت انت اليوم بيلانتي وماركيتها يا اخوي. اي ومن بعد شنية اللي تغير؟ كنت ماكش ماشي للمونديال وباش تمشي انت ماشي للمونديال. ثم غيث الزعلوني يشوت، ثم الزمزمي يشوت، ثم بن عبده يشوت، ثم السخط يشوت، كلها تشوت. اليوم ماني شام انا في راس شوات علاش يشوت يا اخي. مسيبه هي، وبرا حتى انت الهداف، وبرا حتى انت كل ماتش قاعده تماركي، وبرا حتى انت افضل لاعب في الفريق. راهو كل ملاعبي وعنده اختصاصه. انت كفي راس شوات ماكش اختصاص نتاع تسجيل ضربات الجزاء. تك اخويا على جنب. هذايا فيما يخص في راس شوات. نجيو حاليا الجارديان المهيب اللي يلزم كيو خيانك تغلط يلزم، وراو خايف منه مهيب الشامخ على خاطر ولا عنده ثقة مفرطة في روحه. اليوم انت طالع بالبوكس هكاكا صاحبي، يدي اطلع بالزوز اضمنك، اطلع بالزوز اضمن. ايش معناها تطلع وتعمل هكا باش توصل باش تشيحها اكثر؟ معناها انت يعني هاك اللي عملته الكل، ريت اللي عملته الكل وتصديات وتاع مستقبل جابس، واليوم ثم خرجتين باهين، ثم مقابلات عديت عملت فيهم دي باراد خارقين للعاده، اتعملقت في مقابلات. خويا كمل، اركز راك ماكش وحش، ماكش مازلت اركز صاحبي، مازال ما تغير حتى شيء. حتى بلاستيك في المونديال راهي ماهيش مضمونه. تزيد تخرج انت بالطريقه هذيك، ما شنية انا باش نقول لك؟ يعني اللي عملته اليوم كل مشي هكاكا هباء منثورة. اللي عملته الكل
صح في المية يا معلم. انت اليوم تنجم تساهم لو الافريقي ما فازش بالبطولة، انت تنجم بنسبة معينة تكون مساهم في الاخفاق هذا. يا ولادي راهو مش معناها انت متصدر البطولة يعني سيئة وما كيفكم حتى حد ولا كل ملاعب يبدا يلعب زيتي. بالعكس يا معلم، بالعكس واحد كيبدا فوق سور والسور يبدا واتي نص متر وهكا العرض نتاعو تلقاه يجري ما عمبلوش حتى كي يطيح نص متر. لما كي على بيه صاحب السور 10 متر الفوق و20 متر يبدا خايف يا معلم، خايف هو يبدا الفوق، يبدا خايف. نفس الشيء راهو كل ما تكونوا الفوق وكل ما تصدروا البطوله راهو نورمالمون تكونوا خايفين، تعرفوا انه النقطه بحسابها مش تلعبوا الشوط اول كيف هكاكا. كان جات الدنيا دنيا راهو الشوط الاول راهو تحسم الشوط الاولاني تحسم 2 بلاش مستقبل سليمان يخرج من الترهي بعد ما مركالك انت في دقيقه واش و80. شنو تحب ترجع تعدي نص ساعه وساعه كامله تي ما عادش تنجم ترجع كي تجيب له مانيش عارف انا البي اس جي الماركات الخمسه لناير البارح الماركات 5 للديفونس نتاع البايرن ما عادش ينجموا يماركيو المستقبل سليمان. كل شيء في مصلحتك، كل شيء في مصلحتك. التيران سليمان نقز طلع تشعبت زعبت عملهم الكل، قال نحب نلعب في تيران. لا باش تلعب في تيران كيف؟ ماشي في بالي غازون ارتيفيسيال خويا خارق للعاده مش عارف سيزيام جينيراسيون ولا ما نعرف شنو. اللعبه من غير جمهور يعني لا ثم لا ضغط ولا هم يحزنون. شفنا مستقبل سليمان واهق منك، فريق خايف منك، تلعب معاه الشوط الاول بالطريقه هذيك خويا. والله بصراحه واحد من الناس ما عندي ما نقول. كان ديزيمي طون كمل كيما البريمير والله نقولوا يا خويا فضيحه كبيره ماتش. ما ديزيمي طون كل شيء تبدل وشفنا فريق ضاغط وشفنا فريق خلق فرص وشفنا فريق كاد انه يسجل حتى لولا ضربه الجزاء اللي ضيعها في راس الشوات. يعني اليوم الشوط الثاني كان مغاير سافا مريقلين، شوط ثاني مغاير، لكن يدي كل واحد يخدم خدمته. يهديكم ربي يرحم والدين والديك. عليه كيك عليه انت اليوم كي تجي تشوف الجمهور في قبل المقابله كيفاش يعديون فيها في موزايك وفي نسمه وفي كذا ويحبوا يدخلوا والحاكم يرجع فيها متكفيه بالطريقه هذه. انت جمهور تكفيه بالطريقه هذه يعني تعمل 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 ومن بعد كملت عملت. لو كان جيت عملت ومن بعد ما عملتش تنقولوا شنو. اما انت عملت في ماتشوات وربحت وجبت ماتشوات وجبت تجي الماتش المستقبل سليمان ويعدل الكونتراك مستقبل سليمان اللي متذيل في برا يا معلم. حتى لو كان يلعب يجيب نقاطه من ماتشات اخرين، يجيب نقاط وكونترك. انت راهي ما تدخلش للعقل، يجيب نقاط كونترك. انت متصدر عندك اكثر من 10 سنين ما زيدش البطوله، يجيك مستقبل سليمان يجيب كونترك نقطه. هذا كلام يتحكى ما يقبلوش العقل، كلام ما يقبلوش العقل. برا خويا توا عندك الماتش الجاي ضد الملعب التونسي، جيب خويا 3 نقاط متاعك ومع هذا باش تقعد خاسر نقاط مستقبل سليمان حتى لو كان قمت بردة فعل. لأنه يعني انت حتى كربحت اليوم سليمان مطالب انك تربح البقلاوة على خاطر بعدك عندك الدربي يا معلم وترجي رياضي مستضيف وتحب ولا تكره استغفر الله العظيم تحب ولا تكره المواجهات المباشره بيناتكم هو خير منك. على الاقل انت من هنا عنده غدوه ماتش. هذه ريت الترجي رياضي حتى لو كان غدوه يتعثر ريت يتعثر لان انت خاسر. حتى لو كان يتعثر ضد النادي الصفاقسي يتعادل ضد النادي الصفاقسي انت الخاسر لانه كنت نجم تهرب عليه ب4 نقاط. حتى لو كان يخسر ضد النادي الصفاقسي انت الخاسر لانه يصبح بيناتكم 4 نقاط 3 نقاط ونورمالمون يكون 5 نقاط. باختصار شديد اليوم مقابلة في المتناول. الفريق يعمل المستحيلات باش ما يربحش يا معلم. ليش شنو برا خويا تو جيب ماتشواتك، جيب الماتش متاعك ضد الملعب التونسي وبعد جيب الماتش متاعك ضد الترجي ما عندك حتى حل. جيب الماتش متاعك ضد الترجي لو كان تحب تفوز بالبطولة. الله غالب. وفي ختام الحلقة ما نجموا كان نقولوا حظ موفق للفريق، حظ موفق لمنتخبنا. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.